اضغط على زر اللايك، فهذا أقوى دعم يمكنك تقديمه لنا لنستمر. للعراق في صفحات التاريخ الآثار الطيبة والمآثر العظيمة، سواء في العلم أو الجهاد أو صد عدوان الأعداء عن بلاد المسلمين، وإمداد المسلمين بالسلاح والمعونة لحرب أعدائهم ورد كيدهم في نحورهم. وقد مكثت بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية عدة قرون من الزمان، وكانت العراق حينئذ حاضرة الإسلام ومدن العلم والسلطان. في هذا الفيديو سوف نعرض لكم حقائق سريعة وممتعة عن العراق، فلنبدأ. يقع العراق في منطقة الشرق الأوسط في القسم الغربي من قارة آسيا، يحده من الغرب الأردن وسوريا، ومن الشمال تركيا، ومن الشرق إيران، ومن الجنوب الكويت والسعودية، وتبلغ مساحتها 438 ألف كيلو مربع، ويبلغ عدد سكانها 33 مليون نسمة. يوجد في العراق دون سواه من أنحاء العالم طائفة الصابئة، وهم أصحاب أقدم دين في العالم لإيمانهم بالنبي آدم عليه السلام، وتعيش هذه الطائفة قرب الأنهار حصرا، وذلك لوجود النهر في طقوسهم كافة منذ المولد وحتى الممات. طوال القرن ال11 وال12 وال13 كانت تعتبر بغداد المدينة الأكبر في العالم، والمدينة الأولى في الوصول إلى عدد سكان تجاوز المليون. العراق هو البلد العربي الأول الذي اعتمد الباص المستعمل في لندن ذو الطابقين بلونه الأحمر، وذلك من أربعينيات القرن الماضي. أكبر حديقة حيوان في الشرق الأوسط موجودة في بغداد، والتي تحتوي على 650 حيوان، وللأسف انخفض العدد إلى 35 حيوان فقط بعد غزو العراق عام 2003. قد يظن الكثيرون أن العراق اعتمد اللغة الكردية إلى جانب العربية لغة رسمية له بعد عام 2003، إلا أن ذلك غير صحيح، فمنذ تأسيس العراق عام 1921 تم اعتماد اللغة العربية لغة رسمية للبلاد بدلاً من اللغة العثمانية والإنجليزية، وبعد ذلك بأسبوع واحد فقط تم اعتماد اللغة الكردية أيضاً كلغة رسمية أولى في المدن الكردية. بسبب مناخ العراق الشبه مداري ودرجات الحرارة القصوى المسجلة لها، تعتبر العراق من أكثر المدن حرارة في العالم. العراق هو صاحب أول انقلاب عسكري في العالم العربي، وقد كان هذا الانقلاب بقيادة الفريق بكر صدقي عام 1936 في زمن الملك غازي الذي أطاح حكومة ياسين الهاشمي في حينها، لكن المؤامرات السياسية لم تمهله كثيرا، فاغتيل صدقي بعد عام واحد من ذلك الانقلاب. أكبر جامعة بالعراق هي جامعة بغداد، وهي ثاني أكبر جامعة في العالم العربي. إن حصل في أحد الأيام وانتقلت للعيش في حي للعراقيين أو إلى مدينة عراقية، فلا تقلق أبدا بشأن تحضير الطعام، فمن التقاليد القديمة والباقية إلى الآن عندهم هي إعداد الطعام للجيران الجدد في بادرة ترحيب وحسن ضيافة لا تعرف طائفة ولا دين، وتستمر هذه الضيافة ل3 أيام. شيد نصب الشهيد في بغداد في ذكرى مئات الآلاف من الجنود العراقيين الذين ماتوا في الحرب العراقية الإيرانية. القبة من تصميم الفنان التشكيلي العراقي إسماعيل فتاح الترك، وتكمن عبقرية التصميم في الخداع البصري في النصب المقام على أرض مفتوحة مترامية الأطراف، إذ يشاهد المار بالسيارة حول هذا النصب أن شطري القبة التي تبدو مغلقة عند بداية الشارع ويبدأان بالابتعاد أحدهما عن الآخر، وكأن بوابة تفتح أمامه تمهيدا لخروج شيء ما. وعندما يدخل الزائر الموقع
يلاحظ أن هذا الشيء هو العلم العراقي الذي يرتفع إلى الأعلى تجسيدا لارتقاء روح الشهيد إلى السماء. أول تلفزيون في الشرق الأوسط يعتبر في العراق. كان العراق أول دولة عربية تدخل التلفاز إليه عام 1954، حيث حضر وزير المعارف العراقي حينها معرضا دوليا في بغداد، ووجد تلفزيونا معروضا لشركة باي، فاشتراه لاستخدامه كوسيلة تعليمية في المدارس. ولم يمر عامان حتى افتتح الملك فيصل الثاني أول محطة تلفزيونية في الشرق الأوسط، وكان ذلك عام 1956، ليسبق العراق بذلك كل من سوريا ومصر التي عرفت التلفاز عام 1960. تم إنشاء أول دستور في العالم وتأسيس أول دولة مدنية في التاريخ في العراق. تم اختراع العجلة في عهد العراق القديم أيام السومريين أيضاً. تم تأسيس أول نظام تعليمي في التاريخ وذلك في بابل. في العراق القديم تم إنشاء أول أسطول بحري عائم، وإنشاء أول وأحدث نظام للري في العالم، وهذا ما يجعل الجنائن المعلقة من عجائب الدنيا السبع. أول نظام صرف صحي في العالم وما زال يعمل لحد الآن كان في بابل. أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام ولد في العراق وتحديدا مدينة أور في محافظة الناصرية. إن أول قانون مكتوب على شكل تشريع كان في العراق، ويعرف هذا القانون بمسلة حمورابي. إن نبوخذ نصر قائد عراقي بابلي استطاع أن يدحر اليهود ويأسرهم ويأتي بهم إلى العراق، ولأكثر من مرة. العالم كله مدين للعراقيين لكونهم أول من اخترع الكتابة. النبي يونس عليه السلام ولد وعاش وتوفي في مدينة الموصل في محافظة نينوى في العراق. العراق هو مركز الخلافة العباسية والتي استمرت 524 عاماً. إن إمامين من أئمة المذاهب الفقهية الإسلامية الأربعة مدفونين في العراق، وهما الإمام أبو حنيفة النعمان والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله. أهم مراجع اللغة العربية هما المدرستين الكوفية والبصرية، وإليهما يعود الفضل في تأسيس قواعد اللغة العربية في العراق. تم فتح فلسطين وتحريرها من يد الصليبيين على يد القائد العراقي صلاح الدين الأيوبي. العراق من أكبر البلدان التي أنتجت شعراء وعلماء وفلاسفة ومفكرين من أمثال المتنبي والجاحظ ومعروف الرصافي والزهاوي وأحمد الصافي الجواهري ونازك الملائكة والسياب والكثير. يمتلك العراق خامس أكبر احتياطي بترول في العالم بمخزون يبلغ أكثر من 141 مليار برميل. يوجد في العراق علماء معترف بهم دولياً بحدود 3000 عالم بمختلف الاختصاصات العلمية والإنسانية والعسكرية. إن أول مستشفى في التاريخ أنشئ في بغداد، أسسها العالم العراقي المشهور أبو بكر الرازي في القرن الثامن الميلادي. أول من اخترع الكاميرا هو العالم العراقي ابن الهيثم، حيث استخدمها كثقب في غرفة مظلمة أجرى فيها أبحاثه عن الضوء والبصر، واشتق اسم كاميرا من كلمة قمرة بالعربية وتعني غرفة أي القمرة المظلمة. أول فيلسوف عربي مسلم هو العراقي يعقوب بن إسحاق الكندي، والذي شملت فلسفته مجالات كثيرة كالفيزياء والكيمياء والطب وغيرها الكثير.
أنشئت في بغداد أكبر المكتبات في التاريخ القديم، وهي مكتبة بيت الحكمة، حيث كانت تحتوي على أكثر من 300 ألف كتاب، وهي أيضاً تعتبر أول جامعة عرفها التاريخ. للأسف حال العراق في هذه الأيام لا يسر أبداً، ندعو الله تعالى أن يصبح حالها أفضل. في أمان الله. إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق ومشاركته مع أصدقائك كي تدعم القناة، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. في أمان الله.